في اختراعات بتغير شكل التكنولوجيا وفي ابتكارات بتغير شكل الحياة، بس في اختراعات بتغير مصير إنسان. حكايتنا النهاردة عن دكتور مصري قرر ينقذ ناس كتير بسفنجة. أيوة زي ما سمعت كده، الدكتور موسى سالم مش بس دكتور ولا باحث ولا رائد أعمال، ده شاب مصري شاف حاجة غلط قام سأل نفسه في ساعة صفا كده: ليه كل مرة يحصل نزيف نقف عاجزين؟ ليه القطن والشاش مش كفاية؟ وليه لازم نفقد ناس ممكن ننقذهم؟ موسى هنا ما كانش لوحده، جمع حواليه فريق من الباحثين من جامعات مختلفة، كلهم اتجمعوا على حلم واحد، كانوا عايزين يخترعوا حاجة توقف النزيف بسرعة وبسهولة. الفكرة بدأت بسؤال، والسؤال قلب بحث، والبحث بقى ابتكار أقوى سفنجة طبية في العالم بامتصاص الدم، بتقدر تمتص 55 ضعف وزنها، والأهم في أقل من 20 ثانية. يعني قبل ما الدم ينتشر السفنجة هتقوم بالواجب. الدكتور موسى وفريقه موقفش لحد هنا، قدروا يعملوا منها أحجام مختلفة بحيث تناسب كل الاستخدامات، سواء في الاستقبال أو أوضة العمليات أو حتى في عيادة الأسنان. وبمرور الوقت السفنجة بقت حجر أساس لممارسات طبية جديدة بتغير حياة المرضى، والأهم إنها بتنقذ أرواحهم. في سنة 2020 أسس موسى وفريقه شركة طبية هدفها تطوير وتصنيع أجهزة طبية والحد من الخسائر البشرية بسبب النزيف. الابتكار ما وقفش عند السفنجة، لكن كمان ابتكروا أجهزة وتقنيات للتحكم في النزيف وتقديم حلول حقيقية للجراحين وأطباء الأسنان. وبعد سنتين موسى كان واحد من 12 شاب مصري اتكتبت أساميهم في قائمة فوربس العالمية كأكثر الشخصيات الشابة إلهاما وتأثيرا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت سن 30. والدكتور موسى ما اكتفاش بكل ده، لكن عمل أول فرع طلابي للجمعية الأمريكية للكيمياء بجامعة اسكندرية، وكان أول رئيس ليها. موسى سالم وزمايله بدأوا من الصفر بفكرة، وفكرتهم أنقذت أرواح كتير. في ناس بتقعد تقول نفسي أعمل فرق، وفي ناس بتقوم وتعمل الفرق ده بإيديها. وعشان كده الفكرة اللي في دماغك ممكن تبقى سبب في إنقاذ حياة بني آدم، بس ده في حالة واحدة: لو صدقتها وكملت وراها زي موسى وفريقه.